السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الأيام بخير يا رب، ويا رب يكون عيد فرحة يا رب وسعادة عليكم. النهاردة هعمل معاكم كعب الغزال، وكمان هعمل معاكم القرص الطرية بعجينة واحدة بس، وهقول لكم ازاي تطلعوها بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده، هشة وطرية جدا، وكمان من كيلو دقيق بس هتقدري ان انتي تعملي كمية كبيرة. صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ. ومعذرة لو صوتي متغير شوية، انتوا عارفين بقى الأجواء بتاعت اليومين دول وفي برد، فمعذرة بجد لو صوتي متغير. في البداية معايا كيلو من الدقيق، ضفت عليه حوالي 3 معالق كبار من السكر زي ما انتوا شايفين كده، سكر عادي جدا مش مطحون. وكمان بضيف عليه رشة بسيطة جدا من الملح، حوالي كده ربع معلقة صغيرة من الملح على كيلو الدقيق. انا ما دخلتش الدقيق ولا اي حاجة، استخدمته زي ما هو كده على طول. بقلب السكر كده مع الدقيق مع الملح في الاول كده على الناشف زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. ودي الطريقة اللي انا معتمداها من سنين، وبجد بتطلع معايا كعب الغزال والقرص احلى ما يكون. بعد كده معايا بقى حوالي نص كوباية كده من اللبن، ومدوبة فيها معلقتين كبار برضو كده من السكر، وكمان بضيف عليها كيس كبير من الخميرة الفورية، واللبن يكون دافي شوية، وبقلبهم كده مع بعض كويس جدا، وبسيبهم بس كده حوالي 5 دقايق عشان خاطر اتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة. وزي ما قلت لكم اللبن اللي هنعجن بيه لازم يبقى دافي زي ما انتوا شايفين بقى. بقلبهم كده كويس جدا مع بعض، وبسيبهم على جنب لمدة 5 دقايق كده يتفاعلوا مع بعضهم. ركزوا بقى في كل الخطوات اللي جاية. معايا هنا كيلو دقيق هضيف عليه معلقة كبيرة كده من الكيك شيف، بيحسن معايا جدا العجينة وبيخليها هشة وخطيرة. بقلب برضو كل المكونات الجافة كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين. اي حاجة بضيفها بقلبها الاول بحيث ان هي تمتزج مع الدقيق، وبعد كده بيكون معايا بقى حوالي نص كيلو من السمنة، وبدفيها على النار يا دوب بس كده تدفى معايا حاجة بسيطة. وبعد كده على طول ببدأ ان انا اشتغل فيها علشان ايدي تكون مستحملة درجة الحرارة، وعلى طول بقى بلفها كده مع الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا ضفت نص الكمية في الاول، وبعد كده بضيعها الاول مع الدقيق، وبعد كده بضيف نص الكمية التاني زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. وبلف السمنة بقى مع الدقيق علشان خاطر كلهم كده يمتزجوا مع بعضهم، والدقيق بتاعي كده يضيع كله في قلب السمنة. بقلب في اتجاه واحد كده زي ما انتوا شايفين، ما تقلبوش في اتجاهين، لا خليكوا على طول كده في اتجاه واحد. اول ما الدقيق بقى يختفي معايا تماما كده في السمنة، والسمنة بتاعتي كلها تكون اختفت في الدقيق، بنزل بقى على طول بنص الكمية التاني كده من السمنة، وبعمل نفس الخطوات. بقلب برضو في اتجاه واحد كده زي ما انتوا شايفين عشان ادوب كل السمنه كده اللي انتوا شايفينها دي في الدقيق. عايزه اقول لكم بقى في ناس كتير جدا هتسال ايه نوع السمنه. استخدموا اي نوع سمنه انتوا بتحبوا تستخدموه، مش شرط نوع معين. في ناس هتسال طب اجيب السمنه اللي من عند العطار اللي هي بتكون سايبه دي؟ ايوه ممكن تجيبيها وتشتغلي بيها، مفيش اي مشكله. المعيار بتاع كيلو دقيق بيكون نص كيلو من السمنه. بعد ما خلاص اتأكدت ان خلاص السمنة كلها اتغلفت معايا في الدقيق، على طول بقى ببدأ في مرحلة اسمها مرحلة البس، اللي هي زي ما انتوا شايفينها كده. باخد كده قطعة من العجين وببدأ ان انا افركها كده ما بين ايديا الاتنين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مقربة طبعا ايدي علشان خاطر تكون واضحة معايا في الكاميرا، بس انتوا طبعا في البيت بتعملوها بتكون ايديكم كده في الطبق من تحت، وتقدروا تبسوها كده براحتكم. هنا خلاص الخميرة بتاعتي كانت اتفعلت زي ما انتوا شايفين كده، فعلى طول بقى بنزل بيها كده على العجين. كده اتأكدت تماما ان الخميرة كويسة جدا معايا وما فيهاش اي حاجة، لان هي اتفعلت ما شاء الله بسرعة. طبعا بضيعها برضو كده مع الدقيق والسمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحاول كده طول ما انا شغالة ان انا الم كل الجوانب كده علشان خاطر ما يكونش فيه اي حاجة مش ممزوجة معايا. العجينة كل ما تديها حقها وتعجنيها وتبسيها اكتر، كل ما تكون سهلة جدا ولينة معاكي اثناء التشكيل، وكمان تكون حلوة جدا وما فيهاش اي تشققات. بعد ما ضيعت الخميرة برضو برجع تاني بقى لعملية البس زي ما انتوا شايفين كده. باخد قطعة وبفركها ما بين ايديا الاتنين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا بقى ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. بعد كده بضيف بقى اول كوباية معايا من اللبن، وبرضو اللبن بتاعي بيكون دافي. انا ضفت اول كوباية، لكن العجينة هتحتاج معاكم تاني من نص كوباية لكوباية الا ربع من اللبن على حسب نوع الدقيق. يعني انا كده هكون ضفت كوباية ونص من الحليب.
دلوقتي ضفت كوباية وهضيعها كلها كده في العجين زي ما انتوا شايفين. بالطريقة دي بقى بفضل واخدة العجينة كده رايحة جاية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، علشان خاطر اضيع بقى كل كمية اللبن معايا اللي في قلب العجينة. واول ما اللبن يختفي معاكم هتحسوا ان العجينة كده لسه مش طرية، فبضيف بقى كمان نص كوباية كده من الحليب، وببدأ برضو اشتغل بنفس الطريقة ان انا افضل رايحة جاية كده علشان خاطر اضيع اللبن اللي احنا حطيناه. انتوا هتحسوا كده ان العجينة خلاص بقت لينة كده وسهلة في ايديكم كده، خلاص العجينة تبقى تمام ومظبوطة معاكم. وكمان اول ما تلم معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده والطبق يكون نضيف كده مفيهوش اي حاجة، يبقى كده خلاص العجينة بقت جاهزة معانا. باخد حتة صغيرة كده بختبرها زي ما انتوا شايفين قد ايه سهلة، وبعمل لها كمان اختبار ان هي ما يكونش فيها اي تشققات. كده خلاص العجينة جاهزة معايا ان احنا نشكلها. انا هحشي القرص بتاعتي او كعب الجزال عجوة، فببدأ كده ان انا اخد كورة كده كبيرة وما بين كيس تلاجة بفتحه وبضيف كده قطعة، وبالنشابة زي ما انتوا شايفين كده بفردها على طول. ودي اسهل طريقة تفردوا بيها العجوة لان هي طبعا بتكون جامدة كده شوية. برققها كده خالص لحد ما توصل معايا للسمك اللي انتوا شايفينه ده. بقطع بقى حتة كده على طول من العجينة وببدأ ان انا اشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبايدي كده بفردها على طول على الرخامة. لو مش هتفردوها على الرخامة يبقى اشتغلوا بيها على الطبلية براحتكم، في الحالتين هتعرفوا ان انتوا تفردوها وتشكلوها كويس. وبعد كده ببططها كده كلها بايدي بس ما بوصلش للاخر كده، حاجة بسيطة. وبعد كده بجيب النشابة بقى وبفردها بالنشابة. افردوها كده على قد ما تقدروا بالنشابة علشان خاطر تكون رقيقة كده معاكم، بس في نفس الوقت ما تكونش رقيقة قوي علشان خاطر تعرفوا تلموها تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو فيها بقى اي زيادات بتبدأوا ان انتوا تشيلوها بالسكينة وتسووها كده على قد ما تقدروا علشان خاطر تطلع معاكم مظبوطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى طول بقى بضيف عليها الحشوة بتاعتي العجوة كده على طول بفردها، وبعد كده بلمها تاني من على الرخامة واعملها زي الرول كده بتتلم معايا على طول بكل سهولة. بس خطوة مهمة جدا بقى ركزوا معايا في الخطوة دي. انا ببدأ اقفلها، طبعا اليمة اللي بتكون مفتوحة معايا دي ببدأ ان انا اقفلها كده زي ما انتوا شايفين كويس جدا علشان خاطر ما تفتحش معايا تاني لما تخمر واثناء عملية السوا، فتأكدوا ان هي اتقفلت معاكم تماما. بعد كده بقى بالسكينة على طول بقطع بقى الحجم اللي انا عايزاه. ممكن تقطعوه حجم كبير او حجم صغير، انا بحب قوي الحجم الصغير ده، فقطعوه بالشكل اللي انتوا عايزينه. بس على قد ما تقدروا حاولوا ان انتوا تقطعوها كده اشكال متساوية عشان في النهاية يطلع كلها زي بعضها وتطلع متساوية معاكم ويكون شكلها كده منظم. ده بيكون طبعا شكلها بعد ما تتقطع. ببدأ على طول بقى ان انا ارصها في الصاج. عايزة اقول لكم دلوقتي ان الجو بقى حر، فهي مسافة ما تخلصوا مسافة ما هتخمر معاكم، يعني هتاخد معاكم حوالي 10 دقايق كده وانتوا شغالين فيها اصلا بتكون بتخمر. فعلى طول بقى بتدخلوها الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط، وبتاخد معاكم في الفرن من 12 دقيقة ل15 دقيقة. طبعا بقى باقي الكمية بتاعتي بكورها كده وبعملها كده زي عجينة القرص، بس دبعوها كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين علشان خاطر ما تبقاش مشققة معاكم ولا يكون فيها اي حاجة. وبعمل لها كده كور من العجوة وبفردها كده زي ما انتوا شايفين عشان تبقى متوزعة معايا كده في كل العجينة. وبعد كده ببدأ ان انا المها تاني كده كويس جدا وادبعها تاني، وبعد كده على طول بقى بفردها الحجم اللي انتوا تحبوه. لو انتوا حابين تعملوها كبيرة شوية، حابين تعملوها حجمها صغير كده زي ما انا عاملاها زي ما انتوا حابين. وبفتح كده حوالي 3 فتحات كده بالسكينة، بس كده برصها بقى في الصاج. كده خلاص كانت بتختمر معايا وكده خلاص بقت جاهزة للتسوية. الكيلو المشكل هيعمل لكم حوالي صاج كبير كده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله كمية اللهم بارك حلوة جدا. اعملوها على الطريقة دي وانا متأكدة ان انتوا ما شاء الله هتعجبكم وهتدعولي. معايا حوالي بقى ربع كوباية كده من اللبن بمشي بيها كده بقى بالفرشة على طول، وعلى طول برش السمسم من غير بيض ولا اي حاجة، لا بمسحة بسيطة بس كده من اللبن، وعلى طول معاها رشة السمسم وتدخل الفرن. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. هستنى منكم بقى ان انتوا تجربوها، متنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي.
وما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الايام بخير يا رب، وعقبال كل سنة وانتوا وسط اصحابكم وحبايبكم وكل اللي بتحبوهم. اعملوها في البيت بجد، هتديكوا كده بهجة وسعادة وسرور، ولما كل العيلة اللي حواليكوا كده بيبقى ليها فرحة تانية. كل سنة وانتم طيبين، ودايما بألف صحة وهنا وسعادة يا رب.